عبد اللطيف اهنوش، الكاتب الجهوي للنقابه المستقله بجهه بني مناخ نفره وعضو المكتب الوطني للنقابه. اليوم النقابه المستقله والتنسيقيه الوطنيه للطلبه الخارجيه والممرضين كيدعيو لتجسيد واحد الشكل النضالي وطني اللي هو عباره عن وقفه وطنيه امام البرلمان، اللي هو ما هو الا بدايه ديال واحد المسلسل نضالي كتسطروا النقابه المستقله بمعيه التنسيقيه الوطنيه للطلبه الخارجيه والممرضين. هذا نتيجه وردا على العرض الاستهزائي والتحقيري اللي كتعرضه وزاره الصحه تحفيزا للممرضين، وهو ما يدعون انه تحفيز. اليوم يجب على الراي العام ان يعلم انه ليس هناك اي تحفيز ولا اي زياده في الاجور كما يروج للممرضين، وانما هناك اقصاء وتهميش طال الممرضين وتقنيه الصحه لسنوات وعقود طوال. وهنا وجب التذكير بمهزله الحوار الاجتماعي ل 2022 الذي استفادت منه جميع الاطر الصحيه باستثناء الممرضين باضلاعهم الثلاث: الطلبه، الخريجين، والممرضين. اليوم حنا كنقابه مستقله وكتنسيقيه وطنيه كنطالبوا اليوم بانصاف الممرضين وجبر الضرر الذي تعرض له هذا الممرض خصوصا في سنه 2022. بما معناه عندنا واحد المطلب، واحد الملف مطلبي شامل لا يمكن تجزئه، يبتدئ بالعداله الاجاريه للممرضين وتقنيه الصحه. وحينما نتحدث عن العداله الاجاريه فنحن نتحدث من منطلق واحد الوعد الانتخابي اللي رفعه الحزب الاغلبي بالحكومه اليوم، وهو الذي لم ينفذ الى اليوم. نتكلم ايضا عن تحسين شروط الترقي، نتكلم انا ايضا عن الثروات الاعتباريه للممرضين الذين قضوا سنوات طوال في السلم التاسع من ما بعد سنه 2004 الى سنه 2017 من بعد ذاك المرسوم الذي خلف العديد من الضحايا. ايضا نتكلم عن انصاف الضحايا، نتكلم عن خلق واحداث تعويض عن الطلبه، تعويض للتداريب للطلبه الممرضين. نتحدث ايضا عن العديد من الملفات الماليه التي لم يتم الحسم فيها لليوم، منها الاطار الصحي العالي، منها ايضا ملف خريجي ليكول ناسيونال دو سونتي بيبليك. نتحدث ايضا عن العديد من الملفات المطلبيه، وهذا كله يدخل ضمن الملف المطلبي الذي نطالب بتجويده. العرض اليوم اللي كتقدمه وزاره الصحه لا يرقى بتاتا الى تطلعات الممرضين ولا ينصف الضرر الذي نتعرض له. لذلك ان كانت الحكومه عازمه على سلم اجتماعي يمنح لها الفرصه للتقدم في الاوراق المقبله، فعليها إعادة الاعتبار للممرضين وتقنية الصحة ابتداء من الطلبة فالخريجين فالممرضين بأضلاعهم الثلاث بجميع ملفاتهم المطلبية. فالجميع اليوم مطالب بإنصاف الممرض لكي نتقدم في هذا الحوار إلى ما دون ذلك. فالنقابة المستقلة كنقابة ومؤسسة تترافع على الممرض لن تقبل بأي عرض استهزائي، وستظل تناضل إلى تحسين هذا العرض الحكومي وإنصاف الممرضين. وتحية للجميع. السلام عليكم. بلين فاطمة الزهراء، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. ممرضين ديال المغرب كامل قاطبة لبوا نداء المستقلة نقابتهم المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. مطلبهم الأول والمستعجل هو الإنصاف ديال الممرض، الانصاف، العداله الاجريه. هذا المطلب هذا يعني التاريخ ديال التواجد ديالو ازيد من 15 سنه، من 2006 وحنا كممرضين نطالب بالعداله الاجريه. لم يتم انصافنا. عندما يعني حلنا الحوار الاجتماعي استشفينا منه خيرا، ولكن مع الاسف العرض الحكومي كان اقل من هزيل، كان مهينا. احنا كنقابه مستقله نؤمن بالحوار، نؤمن بالعمل المؤسساتي عندما يكون جادا وعند انعدام الجديه. فاحنا كممرضين وتقنية الصحه سنخرج للشارع. هنا كما تقدروا تشوفوا بان الممرضين وتقنية الصحه، الاف ديال الممرضين وتقنية الصحه لبوا نداء النقابه المستقله للممرضين وتقنية الصحه عبر وقفتهم الوطنيه، يعني بيان حامي سيعرف 3 أيام إضراب الأسبوع المقبل مع مسيرة، و3 أيام إضراب أخرى الأسبوع الذي يليه مرفوق كذلك بمسيرة. هذاك ممرض كان مريض ولكن اصر رغم ان قلنا له ما يجيش، اصر على انه يلبي نداء المستقله لان الحقره ما تبغيها حتى شي حد. كممرض ما لقاش بد الا انه يجي يوصل صوته لرئاسه الحكومه، يوصل يعني صوت ديالو للمسؤولين
وهذا العرض الحكومي اللي كان هازل بطبيعه الحال راه ما يمكنش يخلي الانسان في دارو، راه اللي مريض واللي عيان واللي يعني التداريب، يعني هاد الطلبه الممرضين كان عندهم مطلب اللي هو اني ومستعجل، هو التعويض على التداريب. كذلك يلقى اذان صماء من طرف الوزاره. نتمنى ان هاد الناس اللي جاوا من كل المدن، كاين اللي جا من الداخله سيدي ابني، يعني تحيه عاليه لهم، تحيه لهذا الاخ الممرض اللي مريض مع ذلك تحدى الحاله الصحيه ديالو وجا يحضر. نتمنى ان هاد المجهودات كامله وهاد التضحيات كامله تلقى اذان صاغيه من عند المسؤولين.